عسلامة البنات، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اللي ما شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا كيكة ياسر بنينة روعة بالحق. ديجا تصور قاعدين يحكيوا على البنة اللي فيها. نحبكم هذيا تجربوها بالحق، خاصة انه اليوم ويكاند. دلوا رواحكم بحاجة بنينة باردة تعمل 66 كيف بالحق. من أروع الكيكات اللي نجموا نعملوهم خاصة في السخانات التاكل باردة. روعة روعة روعة. حسيلوا الطريقة متاعها سهلة على الآخر. نتعداو ديريكت للكوجينة من غير ما نطول عليكم ونشوفوا مع بعضنا طريقة إعداد الكيكة البنينة هذية. عسلامة البنات في الديريكت. دونك باش نعملوا الكيكة البنينة هذية لازمنا لي زانغريديون هذوما ساهلين ما فيهم حتى شيء، والبنة أكيد راهي كيما شفتوا في لي فوتو ياسر 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 روعة. به اول حاجه شنو باش نسحقوا؟ عندي هوني 5 بيضات. افصلت الصفار وحده، رقم 5 بيضات الصفار وحده والبياض وحده بالطريقه هذه. لهنا عندي باكو بسكوي رحيته دونك بودره على الاخر، لازم يكون بالطريقه هذه. استعملت الباكو هذايا البنات، النوع هذايا نتاع موجوده عندنا لهنا في تونس، ياسر بنين وعملته كامل راهو البنات. دونك الكل رحيته فيه 250 غرام الوزن نتاعو، ترحيوه الكل تخليوه على جنب. وعندي هوني 200 غرام سكر، يعني كما شفتوا كوب ناقص شويه، يعني ما يعادل 5 ملاعق كبيره سكر. وعندي زاده 50 غرام فرينه هذيا، يعني 3 مغارف مليانه كبيره، دونك يجيو 50 غرام. وبالطبيعه عندي هوني باكو سكر فانيليا، وعندي هوني شطير باكو خميره حلويات او ليفور باتيسير. فوالا هذو هما المكونات نتاعنا الكل. اول حاجه باش نمشيو نعملوها باش نخلطوا الابيض العظم مع السكر والفانيليا. هذا ابيض العظم كيفاش ولا دونك لازم يكون في القوام هذايا. توا باش نمشيو نخلطوا المكونات الجاف نتاعنا الكل، اللي هي البسكويت باش نزيدوا عليهم 50 غرام الفرينه، وعندنا شطر باكو الخميره دونك نحطوه. وبالطبيعه نخلطوا مليح مليح حتى لوين المكونات الكل تدخل في بعضها. ومن بعد باش نبداو نزيدوا الخليط هذايا للبياض نتاع البيض لنتحصلوا على جينواز طحفونه. باش نزيدوا البارتي الاولى اللي هو النص الاول. والسر لهنا في التخليط البنات، راهو التخليط لازم يكون بالسياسه بالسياسه. الهواء اللي موجود في الابيض نتاع العظم ما يهبطش، دونك نحركوا بالطريقه هذه حتى لوين المكونات الكل تدخل في بعضها بالسياسه بالسياسه. نكمل نحركهم هكا، من بعد نكمل نزيد النص الثاني نتاع البسكويت نتاعنا او المكونات هذوما باش نزيدهم ونكمل نخلط، وبعد نمشيو نحطوهم في الطبق نتاع الفوق. هوني حطينا الخليط في طبق الفور عليه بابي كويسون بالطبيعه. ونحاولوا توا بسباتولا نوسعوا بالنا هكا بسيسه، خاطر هي تاخذ شويه وقت باش نطرحوها على خاطر العجينه نتاعنا او الخليط نتاعنا عاقد. فنحاولوا هكا بالسباتولا بشويه بشويه نطرحوها على كامل الطبق وندخلوه الفور اللي لازم يكون سخون على درجه 150 والنار الفوق واللوطه درج وسط بالطبيعه 10 دقائق حتى لوين نشموا هيك الريحه البنينه فاحت. باش نجيو توا للكريم باتيسير. شنو باش نستحقوا فيها؟ لكن 5 بيضات، فصلنا البياض وحده والصفر وحده، هذوما الصفر باش نعملوا بهم الكريم باتيسير نتاعنا. دونك نستحق 5 صفر بيض. عندي هوني كيس فانيليا، عندي هوني
حوالي 200 جرام سكر، ما نحبش حلوه برشا، دونك على خاطر الكيكه نتاعنا ديجا فيها سكر وهي فيها البسكويت، دونك نحب الحلاوه تكون معتدله، ما نكثروش السكر، عملت جوست اقل شويه من 200 جرام، حكايه 80 جرام سكر. عندي هوني ما يعادل 2 ملاعق هكا كبار مليانين فارينه، دونك هذا هما. وعندي هوني 500 مليلتر حليب من الفريجيدير جبته. وعندي هوني الكسرونه باش نطيب فيها. دونك اول حاجه باش نعملها باش نشد السكر وباش نحطه على صفر نتاع البيض، وعندنا زاده كيس هذايا نتاع السكر الفانيليا حتى هو زاده، باش نصبوه ونركضهم مليح مليح. توا باش نزيد الفرينه ونخلط. هذه هي بعد ما كملنا خلطناها، يعني يدوب راهي ما سهله التحضير نتاعها. دونك حطيت الفرينه وكملت ركزته، وتوا اخر شيء باش نجيب الحليب ونصبه الكل ونكملوا نحركوا حتى الوين نعرفوا انه الفرينه الكل ذابت في العظم والحليب. توا باش نمشيو نحلوا على الغاز ونحاولوا نطيبوها كريم باتيسير، ما نقصوش عليها واحنا قاعدين نحركوا فيها بالطبيعه حتى الوين نحسوها تعقاد، وقتها نغلفوها ونخليوها تبرد. الكريمه نتاعنا بدات تعقاد كيما شفتوا هكا، بدات تثقل في يديا. لهنا البنات عندي لكم ريمارك صغرونا، راهو لهنا حطينا فرينه ما حطيناش نشا، على خاطر الفرينه تخليها تجي متماسكه اكثر وتجي عاقده اكثر من النشا. واذا كان ما عندكمش يعني فرينه اعملوا نشا عادي ما يقلقش، اما تكثروا شويه دو تيل فاسون لازم تكون بالحق هكا عاقده. هذه هي الكريمه نتاعنا، دونك باش نخليوها توا تبرد، باش نحاولوا نغلفوها بالبابي هذايا باش ما نخليوهاش تعمل القشره، ومن بعد نرجعوا نركضوها مع 200 غرام زبده تكون بحراره الغرفه باش نعملوها كريم موسلين. شفتوها البنات كيفاش سكرت عليها، راهي لازم تكون هكا مغطيه الوجه كامل، لازم ما يشمش الهواء باش ما تعملش هكا القشره. دونك نحاولوا هكا نسكروا عليها مليح مليح ونقعدوا ننزلوا من الجناب باش الهواء ما يدخلولهاش. دونك باش نخليوها تبرد تماما ونمشيو نشوفوا الكيكه نتاعنا شنو صار فيها. خرجت من الفور وهذه منظرها، ما نحكي لكمش قداش الريحه بنينه يا البنات، راهي بنينه. نقصوها بسكينه هكا، لازم تكون منشريه شويه. ديجا انا بديت نقص فيها هكا، شوفوا طريه راهي محلاها، ما تراويش هكا يبسه، اما راهي من بعد باش نزيدوا نحطوا فوق منها الكريمه باش تزيد تطرى اكثر، وهكا جايه تتعلق ياسر بنينه. تخيلوا انتم بنا الكريمه اللي حضرناها مع البسكويت هذايا، دونك هي ستيل جينواز كوكيز، يعني حاجه كيف هكا. دونك ياسر 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 الحق بنينه. توا باش نمشي نقصها 4، او اذا كان عندكم طابع البنات تنجموا تقصوها طابع ولا تفرموها باي قالب انتم تحبوه. قصينا الكيكه متاعنا على 4، نحاول نقصهم قد يعني نفس الحجم، واذا كان فما اطراف يعني ماهيش مستويه نقصوهم بالطبيعه من الجناب حتى لوين نتحصلوا على 4 طروف متساويين. انا عملتهم هذوما صغرونات، انتم اذا كان تحبوا تكبروا في البقره وتنجموا تكبروا ميم حتى تضاعفوا في الكميه متاع كل شيء. دونك الكريم باتيسير متاعي بردت والكيك متاعنا مقصوص حاضر، ناقص كان توا نزيد الزبده، لازم تكون بحراره الغرفه باش نزيد 200 غرام زبده بالتدريج. نحاولوا نحيو هيك
البابيي من الوجه، وشوفوا كيفاش يعني ما عملتش لا قشره لا وجه لا حتى شيء. دونك ديريكت باش نجيبوا الباتور ونبداو نضربوا نزيدوا بالتدريج بشويه بشويه الزبده حتى الوين تتجانس الكل وتحسوها الكريم زادت عقادت اكثر. في المرحله هذه تنجموا تزيدوا اي جو انتم تحبوا عليه، مثلا نسكافيه ولا نوتيلا ولا اي حاجه. نسكافيه هوني ماذا بيكم تذوبوها مع قطرات ماء، لازم تكون هكا صوص عاقده، وتنجموا وقتها تزيدوها في المرحله هذه باش تجيكم من بعد كريم موسلين بجو كافيه زاده ياسر بنينه على الاخر. دونك انا كملت زدت الزبده الكل وكملت ركضتها. توا معليا كان باش نزين الكيك نتاعنا او نحطوا الحشوه نتاعنا، شديت الكريم باتشير نتاعي اللي خليتها عاديه ما زدتهاش اي جو اخر. دونك حطيتها في البوشادوي. لهنا السر علاش حطيت في البوشادوي باش تجيني هكا متساويه، طبقه متساويه دو تيل فاسون بعد كي نقصها تظهر طبقات ياسر واضحه، يعني طبقه الكيك طبقه الكريم هيك علاش انا عملت الكيس الحلواني. سينو اذا كان ما عندكمش راهو عادي تنجموا تدهنوا الكيك نتاعكم باي مغرفه ولا سباتولا ولا اي حاجه. دونك انا اضافه اخرى باش نقول لكم عليها، تنجموا ترشوا الكيك نتاعكم باي مشحور ولا عصير ولا حليب كيف ما عملت انا باش تجيكم طريه اكثر. بالطبيعه اذا كانت تحبوها طريه حاولوا انكم تسقيوها. دونك انا كملت حشيت الطبقات الكل، فضلت لي شويه كريم باتيسير زينت الجناب غلفتها الكل، وهذوما الجناب نتاع الكيك نتاعنا اللي فضلوا مشيت رحيتهم باش نزين بهم زاده الجناب. اذا كان انتم ما تحبوش الكيك مرحيت نجموا تجيبوا اي فاكهه مهروجه اخرى زاده كيف تنجموا تزينوها. وبالطبيعه زينت الوجه بالكريم باتيسير، عملت هكا ديروزاس صارونات بالعدير الكل. دونك هوني البنات راهو الزينه عملت حاجه فينو على الاخر، ما تفننتش برشا. انتم زاده لهنا راهو تنجموا تزينوا كيف ما تحبوا، المهم نحبكم تتبننوا وتذوقوا البنه اللي في الكيكه هذه اللي بالحق من اروع الكيكات اللي تنجموا تجربوهم. هذه الكيكه بتاعنا كملنا حضرناها، يا حبذا تخليوها ساعتين 3 سوايع تبرد في الثلاجه قبل ما تاكلوها باش تجيكم شاده روحها اكثر وبنينه اكثر، وحتى الطبقات في القصان من بعد تظهر اكثر. ولا البنات انا توا نوصل بكم الفيديو، ان شاء الله تكون الكيك بتاعنا عجبتكم، ونتمنى بالحق انكم تجربوها وتتبننوا وتستمتعوا بالمذاق نتاعها. نستنى منكم هيك اللايك والتعليقات المزيانه. نخليكم توا في امان الله اكيد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمه. باي باي وبسلامه.